بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. انا ام اسلام معاكم مطبخ ام سمسم. النهارده هننضف راس الخروف مع بعض، بصوا بطريقه جميله وسهله من غير اي اضافات. يلا معايا، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. متنسوليش في لايك واشتراك في القناه لو ما اشتركتيش. ادي معايا راس الخروف اهي، كل سنه وانتم طيبين. من النهارده هنبدا حاجات العيد بقى الجميله، كل سنه وانتم طيبين. معايا ميه مغليه جدا جدا لدرجه الغليان، شايفين الدخان طالع منها قد ايه. انا دلوقتي هحط الراس في صينيه وهدلق من الميه السخنه دي. الميه دي مجرد مغليه بس من غير اي اضافات، يعني مش حاطه اي اضافات معاها، هي الميه بس سخنه مغليه جدا لدرجه ان زي ما انت شايفه كده الدخان طالع منها ازاي. انا طبعا اسفه على المنظر بس لازم اوريها لكم، مش عارفه المنظر طبعا مش كويس بس ايه هنعمل ايه، احنا بنحبها. الناس بتوع يا بقى وقع والكلام ده ما يتفرجوش على الفيديو لو سمحتوا. ايه رايكم؟ بصوا بتنضف ازاي بطريقه سهله جدا جدا. بصي انت لو عملتيها بايدك كمان من غير سكينه هتملط معاكي، وانا بعمل بايديا برضو بيطلع من غير اي حاجه، بس هي السكينه اسرع يعني. طبعا هحط على الحته اللي انا هنضفها بس، هملى بالكوبايه كده وادلق على الحته اللي انا بنضفها بس، بعدين تنضف اروح ادلق على حته تانية، وهكذا بقى لحد ما نخلص كل الراس مع بعض. كل سنه وانتم طيبين، يعود عليكم بخير يا رب، يكون عيد سعيد عليكم كلكم وعلى عيالكم وعلى عيالكم. بصوا اهو، ادلقي الميه السخنه، خلي بالك من ايديكي لان الميه زي ما انت شايفه الدخان يعني غاليه لدرجه الغليان. عارفه يعني ايه درجه الغليان؟ كانك بالظبط كانها شوربه نار. تدلقي كده وتعملي بالسكينه. السكينه هتبقى اسهل لو عملتي احسن من ايدك يعني، بس هي لو انت عملتي بايدك هيطلع، لان لو تاخدي بالك انا بشد بايديا وبيطلع بكل سهوله. بصوا الجمال اهي، زي ما قلت لكم الجماعه بتوع يعي وقعي والكلام ده لا ما تتفرجوش على الفيديو لو سمحتوا. احنا بصوا احنا ناس بسيطه جدا وبناكل اي حاجه، بناكل الكرشه وبناكل الراس وبناكل الرجلين. بصوا ما فيش حاجه في الخروف بنرميها الحمد لله. ناقص ناكل الجلد. كل سنه وانتم طيبين وبخير. زي ما انت شايفه اهو، حته حته كده معاكي، ادلقي مطرح ما تدلقي الميه السخنه نضفي، ما تدلقيش عليها كلها مره واحده او ما تغطسيهاش، لا انا بدلق حته حته على كل حته كده، حبه بحبه كده وانضف، حبه بحبه كده وانضف. ماشي، خليكي معايا واحده واحده، سهله جدا اهو. انا مش حاطه اي اضافات، انا مجرد بس الميه غلت وحطيتها جنب مني في الصينيه وقعدت على الارض كده، مش هعرف اعمل وانا واقفه لان انا الحمد لله للاسف انا ما عنديش رخامه، انا مطبخي بسيط جدا وعلى قده الحمد والشكر لله. انا على فكره لما بصور فوق الفريزر. احب اقول لك على حاجه، انا بصور فوق الفريزر، انا حاطه فوق الفريزر حته خشبه كده بصور عليها وراضيه بيها والحمد لله، يعني مطبخي ابسط مما يكون. عشان كده انا ما عنديش رخامه، لو عندي رخامه يمكن كنت وقفت صورت عليها. فانا الحمد لله راضيه بكل اللي موجود والحمد لله والشكر لله. ايه رايك؟ اهي نضفت اهي كده كده هي تمام، مفيش الا حاجه بسيطه خالص عند البوس كده. حكي بالسكينه، حطي ميه ونضفي نضفي، ايوه حته حته كده خديها معاكي. طبعا لحد هنا هي كده تمام، هي كده نطفت، حاجه بسيطه خالص. بعد الحكايه دي بقى انا هاخدها هنشفها من الميه خالص، بعدين بقى احطها على النار لو في اي شعرايه زايده ولا حاجه، هنا النار بتطيرها معايا حته حته كده. بعد الحكايه دي باخدها حته حته على النار كده زي ما انت شايفه، بعدين بقى هروح على الحوض بقى وامسكها بقى بحته السلكه اللي هي الحرشه دي، السلكه اللي استلس، واحكها بقى تروح لك قشطه بقى. بس بعد كده بقى كسريها. بصوا شكلها عامل ازاي، لو حابين اجيب لكم فيديو التكسير